بسم الله الرحمن الرحيم. حلقة جديدة من ملعب محمود. النهاردة كانت في مباراة الأهلي وإنبي. اتفرجنا على المباراة، كتبنا ملاحظات، قلنا حاجات كتير قوي. لكن بصراحة مفيش لازمة، أو مش ما يستحقوش إن الواحد يقول حاجة عن المباراة. المباراة يعني ما فيهاش رجولة، ما فيهاش حماس، ما فيهاش لعيبة الأهلي يا جماعة. تحس إن اللي بيجري في عروقهم مية ساقعة مش دم. يعني بجد شكلهم وحش جدا، أدائهم وحش جدا جدا. أنا ليا رأي في عودة عماد النحاس لتدريب الفريق تاني، عشان السنة اللي فاتت فاز في 6 مباريات، فرجعوه بقى السنة دي عشان فاكرين انه ممكن يحصل كده. استنساخ النجاح يا جماعة فشل. استنساخ النجاح فشل. النجاح ما بيستنسخش. مش نجيب حد ناجح ونقوم حاطينه في ردة تاني ونرجعه عشان يبقى ناجح. ما ينفعش. عماد النحاس، انا من ساعة ما قالوا عماد النحاس يمسك تاني وانا مش متفائل على الاطلاق. عماد النحاس يا جماعه راجل كان لسه بيلعب من 7 8 10 سنين يعني ما فيش فرق عمر بينه وبين اللعيبه كتير. معنى كده ان ما عندوش شخصيه وما عندوش اللي هي الشخصيه اللي هي تسيطر على الفرقه. الفرقه يا جماعه فيها نجوم لا تعد ولا تحصى. عندنا بن شرقي، عندنا زيزو، عندنا امام عاشور، عندنا فلان وفلان وفلان. حاجه كتيره قوي على اي مدرب. احنا ليه بنسترخص المدربين؟ بنستغنى اللعيبه وبنجيب اللعيبه الغاليه الكويسه، وبعدين بنيجي عند المدربين ونسترخص ليه؟ ليه؟ ليه نجيب مدرب ما عندوش فكره؟ هو المدرب دوت يا جماعه شغله اللي ملوش شغله. اي مدرب، اي واحد اجنبي نجيبه يبقى مدرب؟ التدريب ده علم يا جماعه وشهادات، لازم نطلع على شهادات الراجل اللي جاي يدرب النادي الاهلي. فرقه كبيره، النادي الاهلي فرقه عالميه. ما يصحش ان احنا نجيب اي حد قاعد على القهوه يدرب النادي الاهلي. النادي الاهلي ده صرح. ما ينفعش. ما ينفعش واحد زي ريبيرو ده يجي يدرب النادي الاهلي. ما ينفعش كان كولر ده بقى لما خرف قعد سنه يخرف واحنا مستحملينه. ليه نستحمل واحد بيخرف؟ يا جماعه المفروض نحس. الجماهير غضبة الجماهير وحشه، وقلبة الجماهير وحشه. ما ينفعش اللي احنا بنشوفه ده. ما ينفعش عدم الرجوله اللي احنا بنشوفها في الملعب دي. ما ينفعش الناس اللي بيلعبوا باساميهم دول. الفرقه مليانه اسامي، يا فرحتي مليانه اسامي. لكن فين اللعيبه؟ فين الجهد؟ فين الجهد المبذول؟ فين الرجوله؟ فين الحماس؟ فين اللاعب اللي بيبقى نازل في الملعب هيكسر الدنيا، هيفحر الملعب من كتر الحماسه بتاعته؟ فين؟ كل الباصات مقطوعه، كل الالعاب ملهاش اساس. مفيش هجمه للنادي الاهلي طول المباراه. فين وفين لما تلاقي هجمه؟ يمكن الهجمه الوحيده او هجمتين طول المباراه. اي نعم، الحكم الله لا يسامحه، الله لا يسامحه. الحكم غريب جدا. كوره بالظبط زي اللي حسبها بلانتي دي اتحسبت، وقبليها كوره برضو بلانتي واضحه جدا جدا ما اتحسبتش وكده. بس يلا، الموضوع مش حكم، مش تحكيم بس. التحكيم فعلا فعلا اعاقنا ان احنا نفوز بالمباراه، بس كاداء مفيش اداء. الاداء دون المستوى. مش هو ده الاهلي، ومش هي دي لعيبه الاهلي، ومش هو ده مدرب الاهلي. مين عماد النحاس ده يا جماعه؟ يا جماعه مش كده يا جماعه، ما تهونش عليكم. هو عشان السنه اللي فاتت صدفه ربنا كرمه وفاز في 6 مباريات، وربنا كان رايد ان احنا ناخد الدوري، خدنا الدوري، نقوم نجيبه تاني بقى عشان يجيب لنا الدوري تاني؟ ايه التفكير العقيم ده؟ احنا المفروض اكبر من كده. احنا في قلعه بيديرها الكابتن محمود الخطيب يا جماعه. ما ينفعش الفكر العقيم ده. عماد النحاس ايه بس اللي جايبينه عشان يسيطر على زيزو وبن شرقي وامام عاشور وقفشه مين ده؟ ده يا جماعه عايز مدرب. ما تستخسروش فلوس في المدرب. انتوا بتجيبوا مع اللعيبه بملايين الجنيهات وملايين الدولارات، جايين على المدرب وبتسترخصوا ليه؟ ما هو المدرب ده هو اللي بيدير المنظومه. المدرب ده اللي في ايده كل حاجه. ما تصدقوش كلمه ان معاه فرقه اي مدرب يكسب بيها. مفيش كده في الدنيا. مفيش كده في الدنيا. فرقه الكوره وفرقه التمثيل وفرقه اي فرقه في الدنيا، لو ما كانش فيها اداري ناجح وبيدير بنجاح، الفرقه بتسقط. لو كانت فيها مين بالذي؟ ما ينفعش يا جماعه يبقى في عماد النحاس ده يبقى مدير فني لفرقه النادي الاهلي، وبدايه موسم، بدايه موسم، مباراه عقيمه عقيمه عقيمه، مفيش بعد كده.
قلنا فعلا الحكم كان ليه دور ودور كبير جدا، افسد المباراه وكان عايز يتلكك، عايز يطرد الشناوي. تطرده ليه وبتديله انذار ليه بعد ما لغيت الطرد؟ الكره جايه في رجله، الراجل طالع ما لمس الكوره، بتديله انذار ليه؟ يعني انت شلت الكارت الاحمر، بتديله انذار ليه بقى؟ هو عمل ايه؟ وده مش لاعب كره قدم وبيلعب في ارضيه الملعب؟ ايه اللي حصل منه عشان تديله انذار؟ فالحكم كان متجني جدا، لكن اللعيبه بصراحه ما تستاهلش الفوز. يا جماعه نلعب 6 مباريات نفوز في مباراه؟ ده الاهلي؟ دي النجوم اللي موجوده في الاهلي؟ ده عدد النجوم الجبار اللي موجود في الاهلي؟ يعني بصراحه انا مش شايف اي مردود لاي مدرب بيمسك الاهلي بقالنا كام سنه. حتى كولر ده كانت ماشيه معاه كده بالبركه، وبعد ما مشي خالد الجوادي زي ما كان كده طالع واتكلم، هو اللي كان في ايده تحريك كولر، مات بعديها. بعد ما خالد الجوادي مشي كولر ده مات خلاص، ما بقاش مدرب. احنا ايه ده؟ ليه كده؟ ليه ما فيش ان احنا نشوف المدرب ده مين؟ ما فيش مراقبه للمدرب ليه؟ فين لجنه الكوره؟ فين مختار وزكريا ناصف والناس دي؟ فين بيعملوا ايه الناس دي؟ الناس دي بتاخد مرتباتها على ايه؟ بجد يا جماعه عمالين نقول النادي الاهلي والنادي الاهلي منظومه والنادي الاهلي حاجه، بس ما فيش دلوقتي منظومه فعلا، ده حقيقي. بنستخسر في المدرب. ايه ريبيرو دوت اللي بيدرب لاعب، بيدرب فرقه في افريقيا، فرقه مغموره؟ مين ده عشان يلعبنا في كاس العالم ونطلع بفضايح من كاس العالم، هزايم وتعادلات ونطلع وخلاص؟ ايه ده؟ ليه كده؟ ليه ان احنا بنستخسر ليه في ان انا نجيب مدرب كويس؟ يا عم بقى شيل 2 لعيبه من اللي انت هتدفع فيهم 100 مليون و150 مليون دول وهات لنا مدرب كويس. المدرب هو اللي هيمشي الدنيا دي، هيمشي المنظومه دي، هيبقى عنده شخصيه تمشي الناس دي. مدرب كبير يقدر يسيطر، مش عماد النحاس. يا جماعه الراجل واقف لا حول له ولا قوه، وفعلا مظلوم، حقيقي مظلوم. انتوا جايبينه من الدار للنار. السنه اللي فاتت عمل انجاز، ربنا كرمه وسهله الحال، وكانت فيه يعني عده عوامل ادت ان هم نكسب المباريات كلها عشان ربنا رايد ان احنا ناخد الدوري. لكن الموضوع مش نجاح وحاجه ما حصلتش واول مره تحصل في العالم و6 مباريات متتاليه وفوز ببطوله. خلاص دي كانت خلاص. نيجي نستنسخه تاني، نجيبه تاني عشان ننجح تاني؟ مش ممكن. الصدفه ما بتتكررش مرتين يا جماعه. الصدفه ما بتتكرر، عشان كده اسمها صدفه. اسمها صدفه مره واحده وخلاص. مفيش استنساخ للنجاح. يعني انا بجد يعني انا مش شايف هيبقى في اي امل في اي بطوله ناخدها بالمدرب الموجود دوت، او لو جبنا مدرب برضه ضعيف. عمال برضه بسمع اسامي مدربين ما لهمش اي تاريخ خالص، وعمالين مش عارف، واحد سويسري فاز بالدوري السويسري مرتين، واحد مش عارف خد الايه مره. ايه يا جماعه ده؟ ايه التهريج ده؟ انتوا زي اللي كنتوا بتعملوا يعني تورته كده وتزوقوها وبتعملوا، بعدين في الاخر بتحط عليها شويه تراب ولا شويه ملح. عملتوا فرقه حلوه وسكواد حلو، هاتوا لهم مدرب حلو، هاتوا لهم مدرب يستاهل، مدرب محترم، مدرب يتخاف منه. احنا يا جماعه في المجتمع الكروي، في المجتمع الرياضي، معلش يعني الشخصيه 80% من المدرب. 80% كولر لما ضاعت شخصيته خلاص. لما شفنا اللعيبه بتزعق له مش عارف، خلاص المدرب انهار، انتهت. ما ينفعش يبقى مدرب تاني وللنادي الاهلي وللشخصيات الموجوده في النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي، النجوم الفظيعه اللي موجوده في النادي الاهلي. ما ينفعش معاهم اي حد كده يا جماعه. يا جماعه افهموا بقى. جبنا وليد صلاح الدين، وليد صلاح الدين راجل محترم جدا وفاهم جدا وحاجه حلوه قوي كاداري. فين المدير الفني؟ فين؟ عماد النحاس لا يصلح. عماد النحاس كتر خيره، وجت معاه صدفه كده ربنا كرمه وكتر خيره. بس مش بقى عشان نجح نقوم جايبينه تاني عشان ينجح تاني، عمرها ما هتحصل. دي كانت صدفه. يلا عموما الشكل كده شكل مظلم، وشكل ماهوش مبشر، وشكل ماهوش هيؤدي لشيء. ونشوف الايام الجايه ايه اللي هيحصل. احنا دلوقتي مشغولين في اعتذار كابتن الخطيب عن رئاسه النادي الاهلي وعن نزول الانتخابات القادمه، ومشغولين في ده ومشغولين ده وسايبين فرقه الكوره.
اتمنى ان يبقى فيه شويه وقت نديهم لفرقه الكوره، عشان شكلنا بقى وحش حقيقي، شكلنا بقى وحش. يلا اشوفكم دايما على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.